عشبتنا جدا رائعة، مهدئة، مفيدة للالتهابات، بيعرفوها أجدادنا وأمهاتنا وأجداد أجدادنا، اللي هي زهرة البابونج. من أسمائها بابونك. فوائدها فوائد جدا عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الزهرة وهذه العشبة صديقة القلب، وتعتبر وين ما كان إنها صديقة للقلب وصديقة للرئتين وصديقة لمشاكل الفم والأسنان واللثة، مطهرة. بوصفوها الكثير من أطباء الأسنان منقوحة نتغرغر فيه ما بعد خلع الضرس والالتهابات وما أشبه، وحتى للحمو والحرارة الموجودة بالفم. مفيدة جدا تبخير حتى للي عندهم نزلات البرد وعندهم العطاس وعندهم سيلان الأنف، وحتى تبخيرتها معروفة للوجه ومشاكل الوجه. وصنعنا منها الصوابين وصنعنا منها الزيوت ودخلناها بصناعة الكريمات، وأيضا الشركات العالمية المعروفة دخلتها في صناعة الكريمات. بيستخدموها أجدادنا وأهالينا ولازلنا نستخدمها ولازلنا نوصفها ضد آلام الكليتين. آلام الكليتين يعني يا كليتي بنوصف لهم البابونج لأنه أمينة، وإن شاء الله أنها بتهدي المغص ومشاكل القولون. أيضا مفيدة جدا للمغص الكلوي والتخلص من المغص الكلوي، وأيضا طاردة للغازات، وبندخلها أيضا لمشاكل القولون والقولون العصبي، وأيضا الغازات مع البابونج، مع أوراق النعناع، مع إكليل الجبل، مع أوراق الميرمية، حتى تعود الفائدة على الجميع. هذه النبتة اللي هي البابونج نبتة معروفة في الوطن العربي وأوروبا وإيطاليا ووين ما كان في العالم. فوائدها ضد التهابات المثانة مجربة بعون الله سبحانه وتعالى، وأيضا ضد الالتهابات النسائية، وأيضا مضادة للجراثيم من خصائصها المعروفة عند أجدادنا. ما نذكركم فيها، أجدادنا اللي ذكرونا أيام لا كان موبايلات، لحظة شوي، لا كان موبايلات ولا كان غيره، فبالتالي إذا هي بتخفض الحرارة، مفيدة جدا حتى للأعصاب، مهدئة البابونج. فوائد وخصائص لهذه الزهرة وهذه النبتة الخصائص العظيمة. أيضا من فوائدها، وكانوا يوصفوها أجدادنا زمان، إنها بتهدي الكوابيس والأحلام المزعجة. يا سلام، معقول؟ هذه وصفة وسهلة ورخيصة الثمن، بتهدي الكوابيس والأحلام المزعجة وقلق النوم. فبالتالي إذا فوائدها الأرق وقلة النوم، وأيضا حلمك بكون حلم بجوز تنساه ولا كأنه حلمت. أيضا مفيدة جدا للنساء كغسول مهبلي، وصنعنا منها صابون للمناطق الحساسة للنساء. إذا مفيدة جدا ضد نزلات البرد وضد القصبات أو أمراض ومشاكل القصبات الهوائية، وأيضا تقرحات الفم. هالفوائد العظيمة في هذه النبتة اللي هي البابونج. أيضا كانوا يستخدموها كماد لرمد العيون، يعني لما يفتح عينه الصبح تجدوا مادة بيضاء ومش مستطيع أنه يفتح جفون عيونه، فكانوا يضعوا لهم الكماد أو يغسلوا الوجه في منقوع البابونج، هذه الزهرة العظيمة. إذا حتى للجيوب، وحتى غسول للبشرة، وحتى للعناية بالبشرة، وحتى ضد جدر الماء، الأولاد الصغار اللي مثل الحصبة يجدروا، هذا اسمه جدري، مفيدة جدا شرب، وأيضا تنظيف المنطقة في منقوع البابونج. إذا كانوا يستخدموها أجدادنا للتخلص من الصداع النصفي المتوسط. فبالتالي إذا مهدئة للنوم، مفيدة جدا ضد إسهال الأطفال، لأنه هذه العشبة تعرفوها إنها أمينة، بتتمتع فيها سهولنا وبساتيننا وجباننا في الوطن العربي، وموجودة بكثرة، وموجودة عند العطارين ووين ما كان عند إخواننا اللي يبيعوا الأعشاب أو متخصصين في بيع الأعشاب. إذا مفيدة جدا حتى للحساسية، وحتى ضد الطفح الجلدي، الحبوب والأكزيما والحكة، هذه النبتة الأمينة. وذكرنا أنه دخلت في الكثير من الصناعات، أيضا الكريمات ومستحضرات التجميل، وأيضا الزيوت الطبيعية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه تفيدكم، خصوصا مرضى القولون والقولون العصبي، وأيضا لمشاكل تطبيل البطن، وأيضا لجهاز المناعة اللي عندهم مناعتهم ضعيفة. إذا تمنع البابونج عن اللي بتناول الإسبرين ومسيلات الدم،
وأيضا تمنع مع اللي بتناولوا النساء اللي بتتناول حبوب منع الحمل. شوفوا هالمعلومات، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. وأيضا ممنوعة للي بدهم يدخلوا عمليات جراحية ويصير عندهم تخدير، يمنع، لازم نخبر الطبيب ونوقف من استخدامها اللي بده يستخدمها لهذه المشاكل اللي ذكرناها لمدة 14 يوم أو اليوم. فائدة من فوائد الأعشاب أو عشبة أو نبتة بتعرفوها، بتكثر في فصل الربيع، فوائدها جدا عظيمة، كانوا أجدادنا زمان ما يستغنوا عنها ولا زالوا بعض الناس ما يستغنوا عنها بالوطن العربي، اللي هي فوائد البابونج، الفوائد العظيمة لأبداننا ولأطفالنا. وهذه تعتبر من النباتات أو الأعشاب الأمينة والمعروفة في بيوتنا، فبالتالي هي تعتبر صديقة للقلب، والصديق الوفي للقلب اللي هي منقوع زهرة البابونج أو عشبة البابونج المعروفة لكل الناس من أسمائها بابونك. فبالتالي إذا كانوا يستخدموها أجدادنا للتخلص من المغص والتشنجات بأنواعها، أي تشنج كان داخلي أو خارجي، فكانوا يحكوا خذ لك كوب بابونج بريحك بإذن الله سبحانه وتعالى. صديقة الجهاز الهضمي البابونج ومنقوع البابونج جدا رائع، حتى لو أخذوها وتناولوها الأطفال أمين بشكل ما شاء الله عليه. أيضا مفيدة جدا للتخلص من آلام الكليتين الخفيفة اللي دائما آخية جنبي، وحتى للترسبات والجهاز الهضمي وأيضا القولون. تدخل أيضا في تراكيب الأعشاب اللي بتدخل في التراكيب اللي بتخص مشاكل القولون والغازات والقولون العصبي. إذا من فوائدها جدا ضد النفخة، مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا كانوا يستخدموها أجدادنا للشباب وللأطفال وللصبايا ولكبار السن ضد مشاكل التنفس وحتى السعال وحتى نزلات البرد، فكانت تعطي فوائد مقبولة. هذول أجدادنا، هذول أهل القرى زمان اللي ما كان عندهم لا صيدلية ولا مضاد حيوي ولا مسكن ولا في مستشفى حتى، فبالتالي كان والله علاجهم دائما بالأعشاب الطبيعية اللي موجودة من خلال بيوتهم. إذا البابونج من خصائصه أنه بيخفض الحرارة، وهذا مجرب عند أجدادنا، والنساء لا زمان لا زالت تستخدمها وبتستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي بيتناول البابونج بتخلص من الكوابيس والأحلام المزعجة، هذا مجرب. اللي ينام ويحلم وينفزع بالنوم، فبالتالي وحتى الأطفال بإمكانهم يتناولوا البابونج. وأفضل شيء نحليه بملعقة صغيرة من العسل، جربوها أسبوعين وتشوفوا النتائج بعد الأسبوعين إنه صحيحة ولا ما صحيحة. إذا حتى للأرق واللي ما بينام هي جالبة للنوم منقوع البابونج، فبالتالي حتى مفيدة لأبداننا ومفيدة للعضلات سبحان الله. إذا مفيدة جدا، حتى غسول للوجه وحتى تبخير للوجه. والنساء زمان كانت تستخدمها مغاطس مهبلية، تحد من الكثير من المشاكل النسائية. وأيضا مفيدة جدا حتى للتخلص من آلام الدورة الشهرية، والله هذا المجرب عند أجدادنا. حتى اللي كان عندهم اصفار بالوجه وشحوب ويخافوا عليهم واصفار يكون بالعيون، كانوا يشربوهم من البابونج ويحلوهم بالعسل، فكانوا يتخلصوا من هذه المشاكل. أيضا البابونج يعتبر أنه مقوي للكبد وبخرج السموم ودافع للسموم من البدن. إذا ذكرنا أنه بيعطي حتى الجسم نشاط وبيعطيه حيوية، وإذا بخلصنا من الكثير من المشاكل. وأيضا مفيد جدا للي عندهم الحساسية، مفيد للي عندهم الحساسية، وأيضا مفيد جدا للي عندهم الطفح الجلدي والحكة، فبالتالي بخفضها بإذن الله سبحانه وتعالى بنسبة مقبولة مع المليسة، فبالتالي بنستفيد إذا من هذه الخصائص. وخصوصا مشاكل العناية بالبشرة، الكل بيعرف انه كريمات كثيرة دخل فيها البابونج، وايضا الصوابين اللي دخل فيها البابونج، فاصبحت صابونة البابونج اللي بيشطفوا بغسلوا فيها وجوههم والمشاكل الجلدية والحبوب، وايضا حتى تبخير لحب الشباب، وايضا بنظف الوجه في بخار
البابونج. حتى بالصالونات الآن عادوا لهذه الأمور. فبالتالي إذا البابونج أهم شيء أنه بيعزز وبقوي جهاز المناعة، فبالتالي بحد من الكثير من المشاكل اللي موجودة عندنا وبخففها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا يمنع تناول البابونج للي بيتناول الإسبرين والأدوية المميعة. شوفوا الخصائص المفيدة فيه، لكن الموانع إذا يمنع تناوله معه اللي بتتناول حبوب منع الحمل. هذه الدراسات الحديثة اللي بتتكلم عن هذه المشاكل. وحتى أحكي لكم شيء، اللي يشرب منقوع البابونج بتهدي أعصابه. هذول أجدادنا اللي كانوا يحكوا وكانوا يلتزموا فيها، وفعلا تجاربهم شفناها وأيضا أعطت نتائج جدا عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا من هذه الخصائص، خصائص هذه النبتة المشهورة بالوطن العربي والآن وحتى في أوروبا، وبيستخدموها، بتدخل في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وأيضا لحل مشاكل البشرة. فهذا البابونج وهذه زهرة البابونج الفوائد العظيمة لها. وروحوا راح نطلع تقرير فاصل قصير نشوف خصائص وفوائد البابونج العظيمة. فاصل وراجعين نواصل. فاصل قصير. الخصائص العجيبة في البابونج للبشرة، الخصائص العجيبة لمشاكل الجهاز الهضمي، قرحة المعدة، أيضا جهاز المناعة اللي بيقويه البابونج. أذكركم أنه في شيء بين إيديكم، شيء بجوز أنتم ناسيينه، لكن والله بحد من الالتهابات والالتهابات النسائية، وأيضا جدا رائع حتى مغاطس للرجال والنساء. منقوع البابونج نغليه، نصفيه، نجلس فيه، فبالتالي نشوف النتائج. وكثير من النساء بتعمل تبخيرة للبشرة، بتستفيد من خصائصه المفيدة من خلال بيتكم. وهذه النبتة وهذه الزهرة رخيصة الثمن وموجودة عند أكثر العطارين. أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا منها حتى لأطفالنا. أهم شيء اليوم مشاكلنا كثيرة، هذا مش مرتاح ونومنا نام واصحى، مع أنه ما في نوم صحيح، لكن أحلام مزعجة، كوابيس، أعصاب حتى مشدودة بالليل وأنتم نايمين، مش مرتخين. لا، مش بتصارعوا بالمخدة، بتصارعوا بالغطاء وبالسرير، ما حدا مرتاح صدقوني. فبالتالي إذا البابونج بحد من الكوابيس والأحلام المزعجة، وبعطيكم سلاسة بالنوم وبهديكم بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا للي عندهم انتفاخ بالكرش، لأنه مفهوم ومعروف أنه البابونج بريحنا من الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضا بريحكم من الغازات اللي بتنام وانفاخ موجود في بطنك. سبحان الله بهذه الفوائد اللي كانوا يستفيدوا منها أجدادنا. وكانت النساء مثل القمر، لا زيوان ولا حب ولا حفر ولا اسوداد وهالات تحت العيون ولا شعر زائد. فبالتالي شوفوا هذه الخصائص، خلينا نتعلم يا اخوان. احنا معاكم على الهواء مباشرة بنقدم هذه المعلومة لوجه الله عز وجل. في شيء موجود استخدموه ورخيص الثمن، والارقام ايضا للتواصل معنا الان تظهر اسفل الشاشة، وهاتوا الاتصال. والو السلام عليكم.